اسماعيل يا مدام، انا رئيس الامن هنا اهوت، من حقي اقول مين يقعد ومين يمشي ومين يسافر. يا اخي كسر حقك. الناس دي غر، مش عايزه اشوف وشك ده خالص. امشي. هش هش. كده يا خالتي؟ خدك خوى. يا مدام صدقيني، ابني زيي بالظبط ومعاها كمان ابن عمه، هيخلي بالهم لحد ما نرجع. الوليه هناك لوحدها ما معهاش حد. خلاص يا عم ريحان، وريهم شغل الجنينة وعرفهم على ام شهاب عشان يجيبوا حاجات الدار. وقبل ما تمشي عدى عليا عشان تاخد مصاريف السفر. يا رب ما تحرم من حضرتك ابدا، ربنا يخليكي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. انا اللي قلت له يسافر الاول. ماشي عم ريحان، يلا شوف هتسافر على الساعه كام كده. تاخد فلوس تاني؟ لا 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 لا، الحق المدام اضمن. افضل برضه. هش هش هش، فاكراني فرخه؟ فرخه. انا جعت. سماح، سماح، انت نايمة كده ليه؟ يعني الله يخرب بيت الحبوب اللي انت بتاخديها بتنيمك زي القتيلة دي. يا سماح، وانا في كلية صيدلة يعني طبيعي اجرب كل الحبوب. وبعدين ايه بقى الغاغة اللي انت كنتي عاملاها امبارح دي؟ اصل انت مش عارفة انا شفت ايه امبارح هنا. شفتي ايه؟ مش انا قلت لك بالليل ان انا خارجة عشان رايحة اغسل البلطة بتاعي؟ اه. خرجت رحت حطيته في الحمام اللي جنبنا، وانا راجعة في الطريق سمعت صوت غريب بره. جيت ارجع اشوف في ايه، لقيت شيرين معاه حد غريب كده شكله مريب. نزلوا هما الاتنين دخلوا الحمام اللي تحت. المهم نزلت وراهم جري، اتسندت على باب الحمام، سمعتهم بيتكلموا كده كلام غريب ما فهمتش منه اي حاجة. فجأة لقيت شيرين ورايا بتحط ايديها على كتفي، وفجأة اختفت. اختفت؟ إيه عروستي؟ مش فاهمة حاجة، انت بتقولي ايه؟ زي ما بقولك والله يا نيل، بس انا عندي احساس كده ان هي عايزة تطفشني، يعني عايزة توهمني ان في عفاريت في المكان. هو في عفاريت في القرن 21؟ بعدين بقى دي شكلها فاضية وما وراهاش حاجة غيرنا. انا فعلا يا نيلي ابتديت اقلق من المكان ده. وبعدين انتي مش ملاحظة حاجة؟ مفيش غيري انا وانتي وهناء ومنى. وبعدين بتقول الدار مليانة بنات، انت شفتي حد؟ تصدقي عندك حق، انا كمان بفكر امشي، بس يعني انا هلاقي فين مكان ارخص من كده؟ ده 300 جنيه في الشهر، وفيلا وجنينه ومكان نظيف قوي. بقولك ايه يا نيلي، يغور المكان ده من وشها جاتها القرف. انا عندي محاضرات واتأخرت، لما ارجع بقى نبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده. ماشي. صباح الخير يا استاذ. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ صباح الفل يا مشاب. ما انا قلت لك مش دلوقتي. هي بتكلم مين؟ والله يا ابني ما عارف، انا هعرف.
في ايه اللي بيحصل؟ كان في شبح بنت هنا على السقف، اللمبه كانت عماله تنور، والله كانت هتحرقني. يا بنتي ما هو اللمبه شغاله اهي ومفيش شبح ومفيش حاجه اصلا يا سماح. وانتي كان عندك مشرحه امبارح؟ قصدك ايه؟ قصدي ان دي تهيؤات يا ماما. انا اللي غلطانه، انا كان زماني واخده المنوم بتاعي ونايمه سمعتش كلامك. بقول لك يا سماح، نبي روحي نامي بقى كده علشان انا عندي محاضرات الصبح. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ تكون جنيلي ولا اي حد من البنات حصل له حاجه ومحتاج مساعده؟ يا ستي حتى لو محتاجين مساعده، اديكي شايفه اللي اسمها شيرين دي رخمه ازاي. يعني ايه؟ يعني لو حد محتاج حاجه هنسيبه كده؟ يا ستي احنا اتفقنا ما نتدخلش في اي حاجه خالص. وبعدين قومي بقى، قومي البسي ونامي. ما فيش صوت ازاي؟ امال صوت العيال طول الليل ده كان ايه؟ لا ازاي يعني؟ ده تلاقي حد من الاوضه اللي تحت تكون هي اللي بتصرخ ولا حاجه. لا يا شيخ، دي اكيد واحده كانت تعبانه وخدت مسكن وارتاحت. متأكد انت متخلفه؟ لا وانت ما سمعتيش صوت الصرخه؟ ما هو ده اللي هيجنني، ان انا سامعه كل حاجه بس مش لاقي حاجه. وانت ازاي؟ ده انا جسمي اتلبش من الصوت. هتجنن بجد. لا تعالي بس تفتكري في حاجه فعلا؟ انت ما سمعتيش صوت الصرخه كان عامل ازاي؟ سمعت بس انا مش شايفه. انا جسمي اتلبش. بروح بس عشان ما حدش يسمعني. تعملوا ايه؟ ما فيش، احنا كنا رايحين الحمام. ما انتوا عندكم حمامكم فوق. هو احنا سمعنا صوت بنت كانت بتعيط، ومين اللي كان بيصرخ ده؟ مفيش حد بيصرخ، انا ما سمعتش حد. يلا يا ماما، منك ليها على وقتكم فوق. يلا فوق، امشي بسرعه يلا. حاضر طالعين اهو بسرعه. حاضر اهو. يا بركة بسم الله الرحمن الرحيم. مروان يابا بص يا ابني، خلي بالك انت وابن عمك، ها؟ اي حاجه تطلبها منك الست ام شهاب من السوبر ماركت اللي جنبنا تجيبها لها في الحال، وانتوا لو احتجتوا حاجه اطلبها من الست فريده. اوعى تطلب حاجه من شيرين بنتها، البت دي مش طايقه نفسها وما بيعجبهاش العجب. انا مش عارف هي متنكه على ايه، بس يلا احنا مالناش دعوه، هي في حالها واحنا في حالنا. المهم انت بس ما تتاخرش علينا وترجع تاني بسرعه، وتنسى نفسك جنب الحاجه. ها حكم انا عارفك، وخصوصا انك بقالك كذا يوم مقضيها بص على بنات وكده. لا خلي بالكم بعض يا اولاد. ما خلاص يا عمي، هو انت مسافر ليبيا؟ ده هم كلهم يومين. سافر انت بس وتعالى بسرعه، عشان ولادك عندهم مسلسلات وافلام، ومش معقول نجوم زينا هيعطلوا التصوير عشانه. ماشي يا اخويا، يلا شوفوا شكرا. كنت عايزك اوصلك يابا. لا يا سيدي متشكرين، هاخد تاكسي مع الباب هنا اهوت واروح الموقف، كل السواقين عارفيني. يلا طب خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك. ربنا يستر. سلام يا عمي. انت ابن عم ريحان اللي جاي بداله؟ ايوه يا هاني. هو في حاجه يا انسه شيرين؟ الولاد دول عملوا حاجه انا عيني عليهم من بدري. روح انت يا سعيد. لا ما ينفعش ان انا اروح، انا مدير المنطقه هنا. هو ابوك ما قالكش انك كل يوم لازم تجيب لي صبار وتحطه عندي على المكتب؟ لا والله يا فندم ما قاليش اي حاجه.
خلاص حضرتك، انا هجيب ورقه الصبار واطلع لك على المكتب فوق. هو حضرتك يعني كل يوم عايزه زرعه صبار في المكتب؟ لا، ورقة واحدة. وفي كمان عندكم في الأوضة كف مريم، عايزة برضو كل يوم ورقة واحدة. كف مريم عشان الرزق. ايوه، هو حضرتك هو حضرتك عايزه الحاجات دي ليه؟ وانت مالك؟ اعمل اللي انا بقوله وانت ساكت. برضه ما فهمتش عايزه الحاجات دي ليه؟ بعدين بقول لك. ما تكون عايزاه ليه يعني؟ ما اكيد خلطه من اللي بيجيبوها على النت عشان وشها ولا شعرها. لا يا ابني، كف مريم ده عشان خاطر الرزق، لكن الصبار عشان خاطر العريس. جايز. روح يا عم هات لها كف مريم اللي هي عايزاه وانا اجيب لها الصبار ده. وانا اجيب سندوتش من المطبخ. يا مدام فريدة، شيرين مش بتبطل تضايقني وبقت تعمل حركات عيال كده. انا مش لو قلت لك هتصدقني؟ اكيد هصدقك. قولي. انا طول الليل بسمع بنات عماله تصرخ وتعيط، لما بصحى ادور ما بلاقيش حد. لا اكيد بتهزري، مفيش حاجه اسمها كده يعني، يمكن بس عشان انت بعيد عن اهلك فاعصابك تعبانه شويه. بصي انا ممكن اخدك يعني اوديكي تطمني عليها وتقعدي معايا خميس وجمعه وارجع اجيبك يوم السبت. لا مش عايزاك تتعب نفسك، ميرسي، انا مش هتاخر والله. بصي يا هناء، انا هقول لك على حاجه. انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انا مسؤول عنك، حاسس ان اعرفك من زمان. يمكن تبقي بعدت شويه ورجعت تاني، بس انا من اول مره شفتك فيها، وما تسالنيش فين وازاي وليه، انا من اول مره شفتك فيها وانا متعلق بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انت تقريبا اختصرت كل اللي انا حاساه بقالي فتره، بس كنت مكسوفه اقول لك. طيب تمام، يبقى اوديكي لتيتا بالمره اتعرف عليها، وعشان عايزها في موضوع مهم كده. ماشي. ولا كلمة، انزلي انزلي. انا كنت مكسوفه جدا والله. بس مكسوفه قوي. ايوه طبعا يا ستي، امال ايه؟ ايه ده؟ يا ده ومنى اهو. ايه ده، انتوا رايحين فين؟ رايحين نجيب شويه حاجات كده وجايين على طول. مش عايزه حاجه من باتنا؟ عايزه اكل ايس كريم، بس انا هاجي معاك. لا انا مش قادره بجد، تعبانه جدا. اوه. بقول لك ايه يا عمرو، انا لسه سامع ان في طلعت ايس كريم. خد الجنيه ده هات لي علبه ايس كريم. يا ابني تملي كده فضحنا وجاب لنا الكلام، هجيب لك انا الايس كريم خلاص. لا انا اللي عازماكم، اصل بجد انا فرحانه قوي وطايره من الفرح. بجد؟ انت اللي هتعزمي؟ طب انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه يا ابني؟ ما تكسفناش، هجيب لك انا الايس كريم اللي انت عايزه. لا انا مش عايز ايس كريم، سقف المطالب عالي، انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه؟ انت عارف يعني ايه اصلا بولدوج؟ ما تغيرش الموضوع، انا عايزها بسندوتش بولدوج. حاضر انا هجيب لك. طب استنوا، هطلع اغير هدومي انا ومنى وننزل نيجي معاكم، ماشي؟ طيب ماشي، متأخر. يلا. عارفه لما كنتيش معايا والله العظيم هزعل منك. ممكن اغير رأيي. هات الجنيه. ما الحلال ده؟ يا سلام يا سلام على الروقان. يا ستي. اعمل ايه بقى؟ بحب اسمع مزيكا وهنا ممنوع، بسمع مع نفسي.
احنا بصراحة بقينا مستغربين المكان هنا، وبندور على مكان تاني بس مش لاقيين. ايه ده؟ هي اللي اسمها شيرين ضايقتكم انتوا كمان؟ ده حتى سماح بتدور على مكان تمشي النهارده قبل بكره. هي لسه شيرين بتضايق سماح؟ ده يا ريت على كده وبس، دي ربت لها الخفيف، بقت تصحى تصرخ وتشوف حاجات بالليل. بقول لك ايه، حالتها بقت صعبه قوي. شفتي؟ عشان انا بقولك ان انا بسمع اصوات وبشوف حاجات انت ما بتصدقينيش. يا ستي يمكن من الكلية اللي هي بتدرسها اعصابها تعبانة. طلبتوا ايس كريم؟ ايوه. وصل اوضتكم. ميرسي. عفوا. ايه؟ تفتكروا سمعتنا؟ المكان اللي هنا الناس اللي فيه مش طبيعيين، احنا لازم ندور على سكن اول ما نرجع من المنصورة. انتوا اصلا كمان هتسافروا؟ معلش هنروح بس المنصورة يومين، خميس وجمعة ونرجع السبت، متقلقيش. ازيكم يا بنات؟ ازيك يا سماح؟ على فكرة انا ومنى كمان بنسمع نفس الاصوات اللي انت بتسمعيها. امبارح سمعنا صريخ ونزلنا عشان نشوف جاي منين، طلعت لنا اسمها مش هبدي، قعدت تزعق فينا وتقول اطلع فوق، طلعتنا نجري على السلم وما عرفناش الصوت ده جاي منين. انا بقى اترعبت امبارح بالليل، دي اللمبه كانت هتتحرق وتولع فيا، دي نيلي قامت مخضوضه عليا. يا نهار اسود، يعني كده حد تاني اللي كان بيصوت مش انتي؟ انا فعلا زهقت من المكان ده ولازم امشي. الو، فله اتخطبت؟ يا ما انت كريم يا رب، والله ده انا حاسس ان ربنا هيكرمني بعد ما بعدت عني. يا اجمل خبر في حياتي. اقفل. فله اتخطبت؟ ايوه يا بارو. وانت فرحان؟ في قمه سعادتي. انت يا ابني ما عندكش دم يا ابني، انت اللي مغيب. بكره كده تبقى نجم، تعرف نيلي كريم، منى شلبي، وساعتها تندم انك عرفت في يوم من الايام فله وورده. الو. مين معايا؟ يا فندم انا. بجد؟ طيب بكره هنكون عند حضرتك.
في ايه؟ والله والحظ ولعب على بابنا يا مارو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ مش انا قلت لك فله دي لما تبعد النحس كله هيتفك؟ المخرج كلمني وعايزنا بكره عشان نمضي المسلسل. تتكلم بجد؟ والله العظيم بتكلم بجد. والله وحلوت ايامنا يا مارو. والله وحلوت والله وحلوت والله وحلوت حلوت. انتوا بتغنوا ليه؟ ها؟ انتوا فرحانين ليه؟ هو في ايه؟ ها؟ ايه؟ ما تجيب حد يا سيدة. اهي واهي كمان اهي. في ايه بقى؟ في ايه؟ ها؟ في ايه يا سماح؟ اعوذ بالله. في ايه؟ ايه ده؟ ده صوت سماح. صدقي فعلا صوت سماح. تعالي نشوف في ايه بسرعه. يلا خايفه قوي. يلا امشي. نفسي اعرف حصل لها كده ازاي. يا بنتي دي بتقول في حد دخل ادلق على وشها بطاس. لا لا يا جماعه، انا كنت نايمه جنبها على السرير، ما حسيتش ان في حد غريب دخل الاوضه. يا بنات مفيش غريب يقدر يخش الغرف بتاعتكم، في ايه؟ ولا حتى يعتب باب الفيلا. اهم حاجه يا بنات محدش يقرب منها خالص، لانه ده فيروس منتشر ممكن جدا تتعدوا. انا خايفه عليكم. وبعدين مش هي دكتوره وشاطره تعالج نفسها. الاسعاف وصلت بره. ما تخافيش يا سماح، ان شاء الله هتقومي بالسلامه. ما تخافيش. هو في لا حول الله يا رب. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ اعوذ بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اعوذ بالله. اعوذ بالله. يا ساتر يا رب. لا حول الله يا رب. لا اله الا الله. ايه ده؟ هو في ايه؟ ازاي ده حصل؟ هي اتحرقت ازاي؟ اكيد كتل شاي. كتل شاي ايه بس اللي يعمل فيها كده؟ لا انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا كنت نايمه وصحيت على صريخها، ولما صحيت لقيت شيرين بتقول ان هي جالها فيروس عشان هي كليه الطب، بس هي نفسها بتقول لا، ان شيرين دلقت على وشها بطاس. وانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه. انا خايفه قوي ومش عارفه اتصرف. معقول شيرين تعمل كده؟ انسه شيرين لا يمكن تعمل حاجه زي كده. لا طبعا ده اكيد فيروس، وبعدين دي لسه طالبه يعني، فاكيد ما خدتش بالها كويس. المهم ربنا يستر عليها ويستر على باقي زمايلها اللي هنا في الدار. يستر علينا احنا. انا ابتديت اتهرش. لا احنا لازم نروح نطعم. هتطعمي؟ حر. تعالى بقى بينا نروح نطعم عشان انا ابتديت اتهرش. رد عليها مروان. لا صاحبك مش عايز يطعم، هو حر. تعالى بينا احنا بقى نروح نطعم احنا. سيبك منه. ايوه سيبك منه يلا. هما كلهم مشوا وسابوني ليه؟ وانا هطعم لوحدي ولا ايه؟ ايه اخرة اللي بتعمليه ده؟
100 مرة اقولك ابعدي عن بنات الدار، انت كده هتفتحي العيون حوالينا. انا بكلمك. ايه يا روحي؟ في ايه؟ ده هو انت هتستهبلي؟ كفاية اللي بتعمليه ده، انت فاهمة؟ هو ايه اللي انا بعمله؟ اللي انا بعمله ده هو اللي انت نفسك تعمليه من زمان ومش عارفه. واللي انا بعمله ده هو اللي بدأه موسى بيه قبل ما يموت. ولا انا غلطانه؟ يا بنتي انا خايفة عليكي، بدل ما نبقى ضد بعض نبقى مع بعض. صدقيني انا خايفة عليكي. لا ما تخافيش عليا، انا بعرف اعمل كل حاجه لوحدي ومش محتاجه مساعده من حد. يبقى الشيطان اللي جواكي ده انا هعرف اخرجه كويس، لاني انا فريدة ممتاز. ايوه كده، الوش الطيب وبحبك وخايفه عليكي كانش لايق خالص. الوش ده بيرفكت. وحشني قوي القلم ده. ما تقلقيش يا حلوة، من هنا ورايح هتشوف الوش التاني. ايوه بقى، ايوه بقى، خلي الحياه تحلو وترجع تاني، عشان انا بحب التحدي. وانا قبلت، لان انا فريدة ممتاز. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا ده؟ أؤمر يا باشا. مقدم حسين همام رئيس المباحث، عايز اقابل صاحبة الدار. هو انتوا جايين عشان الدكتوره سماح اللي اتحرقت؟ سماح مين اللي اتحرقت؟ لا يا فندم، لا ما فيش حاجه، ده هي بس اكمنها يعني شغاله في كليه الطب، فجالها فيروس من المشرحه اللي هي شغاله فيها، انما هي ما رجعتش لسه من المستشفى عشان نعرف ايه اللي حصل لها بالظبط. هو مين المسؤول اللي هنا؟ سعيد مسعود ابو السعد، رئيس المنطقه الامنيه هنا. رئيس المنطقه؟ طب تعالى وريني صاحبة الدار فين. اتفضل يا فندم. يلا اتفضل. الباشا عايزك. افندم. المقدم حسين همام رئيس المباحث. اهلا وسهلا. جاي مع الاستاذ رأفت سليمان والد سحر، الطالبه في كليه اثار. سحر بقالها يومين تليفونها مقفول، ولما جه سأل عليها هنا قالوا انه سابت المكان وسافرت. طب سافرت ازاي وهي لسه راجعه من اجازتها ما كملتش اسبوع؟ وبعدين لما سالنا عليها في الجامعه زمايلها قالوا انها ما بتجيش. انا ايه دخلي بالموضوع ده خالص؟ انتوا كدابين، كلكم كدابين. انتوا اكيد عملتوا حاجه ببنتي. انت قصدك ايه؟ انا عايز اعرف بنتي راحت فين، وخصوصا ان هي كانت دايما بتشتكي لامها من بنتك، وانها كانت بتضايقها واخر مره هددتها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ مساء الخير. خير، حضراتكم مين؟ انت اللي مين؟ انا شيرين موسى دليل، صاحبة الدار. هو انت بنتي فين؟ مين ده؟ الاستاذ رأفت والد سحر بيقول ان سحر اخر مره كلمت والدتها اشتكت منك، وبتقول انك بتتخانقي معاها وتوعدتيها وبعد كده اختفت. ولما جه سأل عليها هنا قالوا انها سابت البيت وسافرت البلد. انا ما اتخانقتش معاها خالص، انا بس شديت معاها شويه، وبصراحه هي سلوكها ما كانش كويس. واخر مره دي تحديدا انا حذرتها، مش هددتها، حذرتها لانه كان في شباب بيوصلوها لغايه الدار، ودي دار محترمه وفي بنات ناس هنا، لازم نحافظ على سمعه المكان. انا بنتي استحاله تعمل كده. طيب انا ما كنتش حابه اني اقول الكلام ده قدام حضرتك ومراعيه مشاعرك، لكن للاسف انا مضطره اقول لك انه سحر هربت مع الشاب اللي كان بيوصلها كل يوم وش الفجر، واحنا متاكدين من الكلام ده.
وانا اضطريت مره ان انا اقفل باب الدار واخليها تبات بره. انت كدابه. بنتي متربيه كويس، استحاله تعمل الكلام اللي انت بتقولي عليه ده. هي فعلا متربيه كويس قوي وانا مستوعبه انفعال حضرتك، لكن انا هثبت لك كلامي. سعيد لو سمحت روح عند ام شهاب. تحت امرك. طب طالما هي سلوكها كده، ما اتصلتيش باهلها ليه وبلغتيهم؟ لا انا ما اقدرش اتصل باهلها لانه دي مش دار لتعديل السلوك للطالبات، دي دار سكن. لما بنلاقي طالبه سلوكها مش كويس بنطلب منها ان هي تمشي. وما طلبتيش منها ليه انها تمشي؟ طلبت منها والله، طلبت منها انها تمشي، بس هي ما رضيتش وتعاملت معايا بشكل مش كويس. حتى اسال مدام فريده. فريده دي والدتك صح؟ ام شهاب هي اللي مسؤوله عن البنات هنا في الدار، كلهم بيحبوها وبيثقوا فيها، بيعتبروها زي مامتهم. ام شهاب. ام شهاب. نعم يا نسرين. يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متاخر قد ايه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لا؟ ايوه سحر كانت بتيجي متاخر، كل ليله كان شاب جديد بيوصلها، ولما عاتبتها الانسه شيرين كانت بترد عليها بطريقه مش كويسه. انا متاكد انه عملت ببنتي حاجه. انا بتهمهم يا حضرة الظابط ان هم اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟ روح دور عليها. انا عارف بنتي كويس. طبعا انا متاكده ان حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك مطلق مامتها بقالك فتره وبقالك تقريبا سنه ما بتشوفهاش وما تعرفش حاجه عنها. وانت عرفت ازاي؟ هي حكت لأم شهاب وأم شهاب حكت لي. أم شهاب وأنا قريبين جدا زي الإخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجه غريبه بتحصل، بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسماح كويسه. كويسه ازاي؟ ما انتوا ولعتوا فيها. سماح طالبة في كلية الطب، تقريبا جالها فيروس لمرض جلدي، مسكينة. مرض جلدي يحرقها؟ يعني أظن كده، أنا مش دكتورة بس حضرتك ممكن تسألهم في المستشفى. ايه الصوت ده؟ في عمال شغالين فوق عندنا بيعملوا صيانة للحمامات. عايز اشوفهم. أوي أوي يا فندم، حضرتك تنور، اتفضل. يا نهار اسود، انت عايز تحبسني ولا ايه؟ ده انا لو عملت كده صاحب الفيلا هيعرف اكيد ان انا اللي خدت الدهب. بقول لك ايه؟ احنا اليوم اللي هنسرق فيه الفيلا انت هتكوني محبوسه، لان النوجه هتتبلى عليك بسرقه تليفونها، والتاني يوم هتنزل على المحضر. لا بقول لك ايه، فكك من الحوار ده خالص، انا ماليش دعوه بيه. لا انا بقول لك ايه، اسمعي مني وشرف امي، لو ما عملتيش اللي انا بقول لك عليه شويه ميه نار هتجيبهم في وشك مش تنفعي تاني. ايه الشطارة دي يا مشاهد؟ ها؟ مين بقى اللي قالك على الموضوع ده؟ فريدة؟ ولا ده اجتهاد شخصي منك؟ ابدا، ما حدش قال لي حاجه، انا لقيته في الجنينه فقلت يمكن ينفعنا. برافو عليك، هو هينفعنا فعلا. ورايا، عايزاكي في حاجة. عندي ليكي مفاجأة، انما ايه؟ تحفة. بجد؟ قول بسرعة. هي ايه البنات ما بقاش عندها صبر ابدا؟ تبقى مفاجأة ازاي طيب؟ بس احنا بقول بقى عشان خاطري. تعرفي تجيبيني ازاي انت برضه؟ ماشي قول. انا ماما خلاص خلصت فرش الشقة،
اعمل حسابك الشهر الجاي هنتجوز. الشهر الجاي؟ اه لا يا احمد، ما ينفعش الشهر الجاي. انا ناقصني حاجات كتير ومش هينفع تقلع عادات اكتر من كده. انا ناوي اشتغل واجيب كل اللي ناقصني يا احمد. يا حبيبه قلبي، كل اللي نفسك فيه انا هجيبه لك وزياده. لا يا احمد ما ينفعش. يا قلب احمد، يا قلب احمد، انا وانت ايه مش واحد؟ وانت خلاص بقيتي مسؤوله مني. طب بص بقول لك ايه، في شركه لقيتها على النت عايزه. مفيش كلام في الموضوع ده تاني. انا قلت مفيش شغل، ويلا عشان وراكي محاضرات مهمه لازم تحضريها، عشان بعد المحاضرات اخدك نتغدى واوصل. يلا المحاضرات. انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي، بحبك. انا هخلص بس اللي عندي كله وربنا ادعوا لي بس. طيب خلاص ماشي. انت يا ابني ابوك راجع امتى؟ انا مش عاجبني الوضع ده. انا مش عايزاكوا عندي في الفيلا. فهم ابوك لو ما جاش على اخر الاسبوع انا هشوف غيره. كلامي واضح؟ انت جديدة بقى معانا هنا. ايوه انا ندى، كليه هندسه ومن الشرقيه. وانا نيلي، صيدلة القاهرة. ايه ده، هم دول عايشين معانا هنا؟ لا ده مروان ابن عم ريحان الجنايني، وده قريبه. بصي هم قاعدين معانا يومين كده وهيمشوا. ازيك يا نيلي؟ ازيك يا مروان؟ دي ندى جديدة معانا في الدار. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ماشي عن اذنكم. اتفضلي. طيب خلاص ماشي، سلام، باي باي. عامله ايه؟ تمام. ازيك؟ هاي عامله عامل ايه؟ ايه؟ مش تباركلنا لسه ماضيين مسلسل جديد وشكل البليه هتلعب معانا. ايه ده بجد؟ والله. الف مبروك. ايوه بقى يا نجم، نجم يا ابني، نجم نجم نجم. بقول لك ايه، انا مش عايزك تعملي اي حاجه من اللي قالها لك الاستاذ رأفت ده. انا قلقان عليكي. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين؟ انا هطلع دلوقتي وهبقى اكلمك في التليفون. باي باي. هو في ايه يا نجم النجوم؟ ايوه، هو في ايه بقى عشان لو حد سالني يعني؟ انا هقول لك. انت مقتنع بالكلام اللي هو قاله؟ ليه، هو قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قسمي اللحمة دي على 2 وحطيها في الطبق ده. حاضر، بس اطبخها. وهي نية. نية؟ نية ازاي يعني؟ أنا هاكلها نية. يعني ايه هتاكليها نية؟ كده. هجيب حاجة من المكتب وراجعالي. خدي هاتي لي الحاجات دي من السوبر ماركت بسرعة. حاضر. مالك؟ بتاكل اللحمة نية مش كده؟ خلاص حط لها فلفل اسود كتير عشان ريحة الزفارة، فاهمة؟ كتري الفلفل الاسود. حلو.
خد بالك يا مروان، اول ما تخرج وترجع قولي. ما بلاش تعملي اللي انت بتفكري فيه دوت، عشان تعمل معاكي مشكله وانت عارفه خلقها ضيق. يا مروان علشان خاطري انا مش طالبه حاجه، انا برضو شاكه فيها ونفسي اعرف ايه اللي في اوضتها. بقول لك ايه، شيرين في الجنينه شكلها بتعمل حاجه غريبه. فين ده؟ انا مش شايفه حاجه. لا ما انت مش هتشوفيها من عندك، انا شايفها من ناحيتي هنا. طب شوف كده طيب بتعمل ايه وقولي. هي بتعمل كده ليه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بقول لك دي عماله ترمي حاجات كده زي ما تكون بتاكل حد حاجه، زي ما تكون مربيه حاجه في الجنينه. الست دي غريبه قوي. لا هي اصلا مش مربيه حاجه في الجنينه. بقول لك ايه، هي شكلها كانت بترمي حاجه في الجنينه، هي دلوقتي خلاص خرجت بره الفيلا. طيب دي احسن فرصه بقى، اول ما تخرج وترجع رن عليا. يا بنتي ما بلاش. يا مروان بقول لك دي احسن فرصه. يلا اسمع كلامي، اول ما تخرج وترجع رن عليا. طب ماشي بسرعه، بس انا واقف عند الباب اهو. ماشي، باي باي. كان زماني متجوزه دلوقتي، بس اللي زينا لازم تتجوز واحد زيها خريج ملجأ. لا يا حبيبتي، هو لو كان بيحبك بجد كان واقف قدام اهله. هو معاه حق، هيقول لاهله ايه؟ ولما اتجوز وخلف هيقول لعيالي انا مين واهلي مين؟ مش ممكن اكون بنت حرام. لا يا بنات، احنا مش بنات حرام، انا حاسه بكده. وحتى يعني لو كنا اولاد حرام ده مش ذنبنا، كل واحده فينا من حقها ان هي تعيش وتحب ونعيش احسن من اي حد كمان. الله، دي عشاني انا؟ اكيد طبعا علشانك، عشان بس ايه ما تتاخريش عليا بعد كده. والله بيكون غصب عني، مش قصدي. انا عارف، ان شاء الله كلها كام شهر ونبقى مع بعض على طول بقى، تتاخري براحتك. انت عارفه ان انا بحبك وانت مكسوفه جدا. بقى طب انا عايزه، مش اتاخرت قوي؟ تلحقتي مستعجله قوي؟ لا بس عندي يعني دروس كتير ولازم اروح اذاكر. ماشي يلا بينا.
مالك يا حبيبتي؟ صوتك وشكلك مش عاجبني. فيكي ايه يا حبيبتي؟ ابدا يا تيتا والله، انا بس عشان مغيره مكان نومي اللي متعوده عليه بقالي سنين، فمش عارفه انام طول الليل والله، بس انا كويسه. ومين سمعك يا حبيبتي؟ ده انا طول الليل ما نمتش وقلقانه عليكي. يوه ما تصدقيهاش يا طنط، دي طول الليل نايمه وقاعده بتشخر وعامله اصوات مزعجه جدا، ما عرفتش انام. يا سلام والله يا تيتا ابدا، دي كدابه، دي هي اللي عماله تشخر. انت عارفه ان انا كيوت؟ دي منظر واحده كيوت. يلا يا هانم بقى عشان عايزين نخلص ورقنا، هنتاخر على شؤون الطلبه. خلاص يا حبيبتي، اتكلي على الله وروحي وان شاء الله خير، ولما ترجعي بالسلامه ابقي طمنيني. ماشي يا تيتا، هبقى ارجع واكلمك. باي باي يا حبيبتي. هو انت فيكي حاجه؟ لا، ما انا عارفه اقول لك ايه. انا امبارح طول الليل سامعه واحده عماله تصوت وتعيط. انا من كتر خوفي ما بقتش عارفه اعمل ايه. بجد؟ طب ما صحتينيش ليه؟ ما يمكن كانت في واحده تعبانه وكانت محتاجه مساعده. لا، ده مش صوت واحده تعبانه ولا كانت عايزه حاجه، ده صوت واحده بتستغيث، واحده عايزه حد يلحقها. انت اصلك ما سمعتيش الصوت كان عامل ازاي؟ انا ما كنتش عارفه اقوم من مكاني من كتر الخوف. طب تعالي نشوف مين دي ونحاول نساعدها ونسال عليها. لا يا ستي، احنا مش عايزين مشاكل من اول يوم. هو انت ما شفتيش صاحبه الدار كانت بتتكلم معانا ازاي؟ دي عامله زي نظره المدرسه اللي كانت عندنا في المنصوره، فاكراها؟ الا فاكراها، عامله زي قبل سناء بالظبط. كانت تبص لواحد بصه كده نبقى عايزين الارض تنشق وتبلعنا، ولا كان عليها نبره صوت يا خرابي يوقف القلب. اعوذ بالله. طب بقول لك ايه، والنبي يا شيخ طلعي لي اي حاجه البسها عشان نلحق نحضر المحاضرات، وانا اقوم اغسل وشي. ماشي؟ حاضر يا برنسيسه. على رمش عيونها شاغلني هوا، طار عقلي مني قلبي سوا كده هون. على رمش عيونها شاغلني هوا، طار عقلي مني قلبي سوا كده هون. وانا يلي كنت طبيب الهوى. نجم يا ابني، نجم نجم نجم. حبيبي يا سعده، الصوت الحلو ده. بقول لك ايه، اعمل حسابك فرح واحد صاحبي الايام الجايه هتيجي تغني، مفهوم؟ عيوني يا عم سعيد. وانا يلي كنت طبيب الهوى. ايوه مدام. انت فين يا زفت؟ تعالى لي حالا. صريح الهوى. حاضر. ياه مدام فريده ما بتقدرش تستغنى عني، عايزاني عن اذنكم. اللي قول لي يا مروان، هو ازاي ابوك الجنايني والزرع ده كله ميت وناشف كده؟ والله يا ابني ابويا لسه ماسك الجنيه دي بقاله اسبوع واحد بس. استنى شهر كده وان شاء الله هتلاقي الجنيه دي زي الفل. يلا يا اولاد الفطار جاهز. ايوه يابا جايين. انا اقول له يابا، هي الجنينه دي مالها؟ الزرع فيها كله ميت زي ما تكون عايمه على جاز. والله انا تعبت، الارض دي غلبتني. تعرف في يوم تلاقيها مزهزهه وزي الفل، والتاني يوم تلاقي الارض كلها ميته زي ما يكون واحد دخل مشي فيها وحرقها. ازاي الكلام ده؟ انجز يا مروان عشان عندنا كاستنج النهارده. ماشي، نكمل بس فطارنا ونقوم على طول. عندكم ايه؟ ميعاد يعني، ميعاد. طب ما تقول معاك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. انا منى وهي هناء، طلبه في الفرقه الاولى، وكنا عاوزين حضرتك تساعدنا في اننا ناخد دورات خارج الكليه. زمايلنا قالوا لنا ممكن حضرتك تساعدنا في ده. اه طبعا، اتفضلوا الاول نصور. شكرا. تشربوا ايه الاول؟ لا ميرسي، مش عايزين حاجه. معلش انت قلتي لي اسمك ايه؟ اسمي هناء. هي سحر مشيت؟
اعتقد يمكن مشهاب كانت بتقول انها لمت شنطتها ومشيت الصبح. غريبة، مع انها لسه راجعة من عند اهلها، وقالت انها هتقعد الترم كله عشان المحاضرات بتاعتها وزيارة الاماكن الاثرية والبحث اللي بتعمله. ايه المعلومات دي كلها؟ ده انتوا صحاب بقى وبتحكوا مع بعض. تعالي هنا، انت رايحة فين؟ رايحة للكوافير وعندي شوية حاجات ناقصاني هشتريها. شيرين، اللي بتعمليه هنا ده غلط، وقلت لك الكلام ده 100 مرة. خلصتي؟ هو الحمام بتاعنا حلو دلوقتي؟ ما عندها حمام في اوضتها. تعملي ايه؟ انت ازاي؟ امال مين اللي جوه؟ مفيش حد جوه، افتحي الباب وشوفي. في ايه الساعة كام؟ الساعة كام ايه بس؟ الحبوب اللي انتي بتاخديها دي بتقتلك يا بنتي، قومي الحقيني. قومي بس، روحي نامي روحي نامي بس، ونبقى نشوف كده القتيلة دي الصبح. روحي. يا مدام لازم اسافر، مراتي تعبانه وابني هنا لسه بيدور على اكل عيشه، وهي هناك لوحدها. مين هيراعي الجنينة؟ ولا مين هيجيب طلبات الدار؟ ما هو مش معقولة كده يا عم ريحان انك تفاجئني في يوم وليلة وتقولي عايزة اسافر. هو ريحان جه شرح لي موقفه، وانا قررت ان هو يسافر يروح يطمن على مراته. نعم، بصفتك ايه ان شاء الله تقرر ولا ما تقررش؟ اسمحي لي يا مدام، انا رئيس الامن هنا اهوت، من حقي اقول مين يقعد ومين يمشي ومين يسافر. يا اخي كسر حقك، الناس دي غور، مش عايزه اشوف وشك ده خالص. امشي. هش كده يا خالتي، خدك خوى. يا مدام صدقيني ابني زيي بالظبط، ومعاها كمان ابن عمه، هيخلي بالهم لحد ما نرجع. الوليه هناك لوحدها ما معهاش حد. خلاص يا عم ريحان، وريهم شغل الجنينه وعرفهم على ام شهاب عشان يجيبوا حاجات الدار. وقبل ما تمشي عدى عليا عشان تاخد مصاريف السفر. يا رب ما تحرم من حضرتك ابدا، ربنا يخليكي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. انا اللي قلت له يسافر الاول. ماشي عم ريحان، يلا شوف هتسافر على الساعه كام كده؟ تاخد فلوس تاني؟ لا 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 لا، الحق المدام اضمن. افضل برضه. هش هش هش، فاكراني فرخه؟ فرخه، انا جعت.
سماح سماح، انت نايمة كده ليه؟ يعني الله يخرب بيت الحبوب اللي انت بتاخديها بتنيمك زي الأسيلة دي. يا سماح وانا في كلية صيدلة يعني طبيعي اجرب كل الحبوب. وبعدين ايه بقى الغاغة اللي انت كنت عاملاها امبارح دي؟ اصل انت مش عارفة انا شفت ايه امبارح هنا. شفتي ايه؟ مش انا قلت لك بالليل ان انا خارجة عشان رايحة اغسل البلطة بتاعي؟ خرجت رحت حطيته في الحمام اللي جنبنا، وانا راجعة في الطريق سمعت صوت غريب بره. جيت ارجع اشوف في ايه، لقيت شيرين معاها حد غريب كده شكله مريب. نزلوا هما الاتنين دخلوا الحمام اللي تحت. المهم نزلت وراهم جري، اتسندت على باب الحمام، سمعتهم بيتكلموا كده كلام غريب ما فهمتش منه اي حاجة. فجأة لقيت شيرين ورايا بتحط ايديها على كتفي، وفجأة اختفت. إيه عروستي؟ مش فاهمة حاجة، انت بتقولي ايه؟ زي ما بقولك والله يا نيل، بس انا عندي احساس كده ان هي عايزة تطفشني، يعني عايزة توهمني ان في عفاريت في المكان. هو في عفاريت في القرن 21؟ بعدين بقى دي شكلها فاضية ومراهاش حاجة غيرنا. انا فعلا يا نيلي ابتديت اقلق من المكان ده. وبعدين انتي مش ملاحظة حاجة؟ مفيش غيري انا وانتي وهناء ومنى. وبعدين بتقول الدار مليانة بنات، انت شفتي حد؟ تصدقي عندك حق، انا كمان بفكر امشي، بس يعني انا هلاقي فين مكان ارخص من كده؟ ده 300 جنيه في الشهر، وفيلا وجنينة ومكان نظيف قوي. بقولك ايه يا نيلي، يغور المكان ده من وشها جاتها القرف. انا عندي محاضرات واتأخرت، لما ارجع بقى نبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده. ماشي. صباح الخير يا استاذ. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ صباح الفل يا مشاب. ما انا قلت لك مش دلوقتي. هي بتكلم مين؟ والله يا ابني ما عارف، انا هعرف.
يا سماح؟ في حاجات هنا غريبه في الاوضه بتحصل. في ايه اللي بيحصل؟ كان في شبح بنت هنا على السقف، واللمبه كانت عماله تنور، والله كانت هتحرقني. يا بنتي ما هو اللمبه شغاله اهي ومفيش شبح ومفيش حاجه اصلا يا سماح. وانتي كان عندك مشرحه امبارح؟ قصدك ايه؟ قصدي ان دي تهيؤات يا ماما. انا اللي غلطانه، انا كان زماني واخده المنوم بتاعي ونايمه، سمعتش كلامك. بقول لك يا سماح، نبي روحي نامي بقى كده علشان انا عندي محاضرات الصبح. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ تكون جنيلي ولا اي حد من بنات حصل له حاجه ومحتاج مساعده؟ يا ستي حتى لو محتاجين مساعده اديكي شايفه اللي اسمها شيرين دي رخمه ازاي. يعني ايه؟ يعني لو حد محتاج حاجه هنسيبه كده؟ يا ستي احنا اتفقنا ما نتدخلش في اي حاجه خالص. وبعدين قومي بقى، قومي البسي ونامي. ما فيش صوت ازاي؟ امال صوت العيال طول الليل ده كان ايه؟ لا ازاي يعني؟ ده تلاقي حد من الاوضه اللي تحت تكون هي اللي بتصرخ ولا حاجه. لا يا شيخ، دي اكيد واحده كانت تعبانه وخدت مسكن وارتاحت. انت متخلفه. لا وانت ما سمعتيش صوت الصرخه؟ ما هو ده اللي هيجنني، ان انا سامعه كل حاجه بس مش لاقي حاجه. يا بنتي ازاي؟ انا جسمي اتلبش من الصوت. هتجنن بجد. لا تعالي بس، تفتكري في حاجه فعلا؟ انت ما سمعتيش صوت الصرخه كان عامل ازاي؟ سمعت بس انا مش شايفه. انا جسمي اتلبش. بروح بس عشان ما حدش يسمعني. تعملوا ايه؟ ما فيش. احنا كنا رايحين الحمام. ما انتوا عندكم حمامكم فوق. هو احنا سمعنا صوت بنت كانت بتعيط. ومين اللي كان بيصرخ ده؟ مفيش حد بيصرخ، انا ما سمعتش حد. يلا يا ماما، منك ليها على واتكم فوق. يلا فوق، امشي بسرعه. يلا حاضر طالعين اهو بسرعه. حاضر اهو. يا بركة بسم الله الرحمن الرحيم. مروان يابا، بص يا ابني خلي بالك انت وابن عمك، ها؟ اي حاجه تطلبها منك الست ام شهاب من السوبر ماركت اللي جنبنا تجيبها لها في الحال، وانتوا لو احتجتوا حاجه اطلبها من الست فريده. اوعى تطلب حاجه من شيرين بنتها، البنت دي مش طايقه نفسها وما بيعجبهاش العجب. انا مش عارف هي متنكه على ايه، بس يلا احنا مالناش دعوه، هي في حالها واحنا في حالنا. المهم انت بس ما تتاخرش علينا وترجع تاني بسرعه، وتنسى نفسك جنب الحاجه. ها حكم انا عارفك، وخصوصا انك بقالك كذا يوم مقضيها بص على بنات وكده. لا خلي بالكم من بعض يا اولاد. ما خلاص يا عمي، هو انت مسافر ليبيا؟ ده هم كلهم يومين. سافر انت بس وتعالى بسرعه، عشان ولادك عندهم مسلسلات وافلام، ومش معقول نجوم زينا هيعطلوا التصوير عشانه. ماشي يا اخويا، يلا شوفوا شكرا. كنت عايزك اوصلك يابا. لا يا سيدي متشكرين، هاخد تاكسي مع الباب هنا اهوت واروح الموقف، كل السواقين عارفيني. يلا طب خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك. ربنا يستر. سلام يا عمي. انت ابن عم ريحان اللي جاي بداله؟ ايوه يا هاني. هو في حاجه يا انسه شيرين؟ الولاد دول عملوا حاجه انا عيني عليهم من بدري. روح انت يا سعيد. لا ما ينفعش ان انا اروح، انا مدير المنطقه هنا. هو ابوك ما قالكش انك كل يوم لازم تجيب لي صبار وتحطه عندي على المكتب؟
لا والله يا فندم ما قاليش اي حاجه. خلاص حضرتك انا هجيب ورقه الصبار واطلع لك على المكتب فوق. هو حضرتك يعني كل يوم عايزه زرعه صبار في المكتب؟ لا، ورقة واحدة. وفي كمان عندكم في الأوضة كف مريم، عايزة برضو كل يوم ورقة واحدة. كف مريم عشان الرزق. ايوه هو حضرتك عايز الحاجات دي ليه؟ وانت مالك؟ اعمل اللي انا بقوله وانت ساكت. برضه ما فهمتش عايز الحاجات دي ليه؟ بعدين بقول لك. ما تكون عايزاه ليه يعني؟ ما اكيد خلطه من اللي بيجيبوها على النت عشان وشها ولا شعرها. لا يا ابني، كف مريم ده عشان خاطر الرزق، لكن الصبار عشان خاطر العريس. جايز. روح يا عم هات لها كف مريم اللي هي عايزاه وانا اجيب لها الصبار ده. وانا اجيب سندوتش من المطبخ. يا مدام فريدة، شيرين مش بتبطل تضايقني وبقت تعمل حركات عيال كده. انا مش لو قلت لك هتصدقني؟ اكيد هصدقك. قولي. انا طول الليل بسمع بنات عماله تصرخ وتعيط، لما بصحى ادور ما بلاقيش حد. لا اكيد بتهزري، مفيش حاجه اسمها كده يعني. يمكن بس عشان انت بعيده عن اهلك فاعصابك تعبانه شويه. بصي انا ممكن اخدك يعني اوديكي تطمني عليها وتقعدي معايا خميس وجمعه وارجع اجيبك يوم السبت. لا مش عايزاك تتعب نفسك، ميرسي، انا مش هتاخر والله. بصي يا هناء، انا هقول لك على حاجه. انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انا مسؤول عنك، حاسس ان اعرفك من زمان. يمكن تبقي بعدت شويه ورجعت تاني، بس انا من اول مره شفتك فيها، وما تسالنيش فين وازاي وليه، انا من اول مره شفتك فيها وانا متعلق بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انت تقريبا اختصرت كل اللي انا حاساه بقالي فتره، بس كنت مكسوفه اقول لك. طيب تمام، يبقى اوديكي لتيتا بالمره اتعرف عليها، وعشان عايزها في موضوع مهم كده. ماشي. ولا كلمة. انزلي انزلي. انا كنت مكسوفه جدا والله. بس مكسوفه قوي. ايوه طبعا يا ستي، امال ايه؟ ايه ده؟ يا انا ومنى اهو. ايه ده، انتوا رايحين فين؟ رايحين نجيب شويه حاجات كده وجايين على طول. مش عايزين حاجه من بيتكم؟ عايزه اكل ايس كريم، استنى هاجي معاك. لا انا مش قادره بجد، تعبانه جدا. اوه. بقول لك ايه يا عمرو، انا لسه سامع ان في طلعه ايس كريم. خد الجنيه ده هات لي علبه ايس كريم. يا ابني تملي كده فضحنا وجاب لنا الكلام. هجيب لك انا الايس كريم خلاص. لا انا اللي عازماكم، اصل بجد انا فرحانه قوي وطايره من الفرح. بجد؟ انت اللي هتعزمي؟ طب انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه يا ابني؟ ما تكسفناش، هجيب لك انا الايس كريم اللي انت عايزه. لا انا مش عايز ايس كريم، سقف المطالب عالي، انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه؟ انت عارف يعني ايه اصلا بولدوج؟ ما تغيرش الموضوع، انا عايزها بسندوتش بولدوج. حاضر انا هجيب لك. طب استنوا، هطلع اغير هدومي انا ومنى وننزل نيجي معاكم، ماشي؟ طيب ماشي، متأخر. يلا. عارفه لما كنتيش معايا والله العظيم هزعل منك. ممكن اغير رأيي. هات الجنيه. ما الحلال ده؟ يا سلام يا سلام على الروقان. ايوه يا ستي. اعمل ايه بقى؟ بحب اسمع مزيكا وهنا ممنوع.
كنت بسمع مع نفسي. احنا بصراحة بقينا مستغربين المكان هنا وبندور على مكان تاني بس مش لاقيين. ايه ده؟ هي اللي اسمها شيرين ضايقتكم انتوا كمان؟ ده حتى سماح بتدور على مكان تمشي النهارده قبل بكره. هي لسه شيرين بتضايق سماح؟ ده يا ريت على كده وبس، دي ربت لها الخفيف، بقت تصحى تصرخ وتشوف حاجات بالليل. بقول لك ايه، حالتها بقت صعبه قوي. شفتي؟ عشان انا بقول لك ان انا بسمع اصوات وبشوف حاجات انت ما بتصدقينيش. يا ستي يمكن من الكلية اللي هي بتدرسها اعصابها تعبانة. طلبتوا ايس كريم؟ ايوه. وصل اوضتكم. ميرسي. عفوا. لكم ايه؟ تفتكروا سمعتنا؟ المكان اللي هنا الناس اللي فيه مش طبيعيين. احنا لازم ندور على سكن اول ما نرجع من المنصورة. انتوا اصلا كمان هتسافروا؟ معلش احنا هنروح بس المنصورة يومين، خميس وجمعة ونرجع السبت. متقلقيش. ازيكم يا بنات؟ ازيك يا سماح؟ على فكرة انا ومنى كمان بنسمع نفس الاصوات اللي انت بتسمعيها. امبارح سمعنا صريخ ونزلنا عشان نشوف جاي منين. طلعت لنا اسمها مشهب دي، قعدت تزعق فينا وتقول اطلع فوق. طلعتنا نجري على السلم وما عرفناش الصوت ده جاي منين. انا بقى اترعبت امبارح بالليل. دي اللمبه كانت هتتحرق وتولع فيا. دي نيلي قامت مخضوضه عليا. يا نهار اسود، يعني كده حد تاني اللي كان بيصوت مش انتي؟ انا فعلا زهقت من المكان ده ولازم امشي. الو. فله اتخطبت؟ يا ما انت كريم يا رب. والله ده انا حاسس ان ربنا هيكرمني بعد ما بعدت عني. يا اجمل خبر في حياتي. اقفل. فله اتخطبت؟ ايوه يا بارو. وانت فرحان؟ في قمه سعادتي. انت يا ابني ما عندكش دم. يا ابني انت اللي مغيب. بكره كده تبقى نجم، تعرف نيلي كريم، منى شلبي، وساعتها تندم انك عرفت في يوم من الايام فله وورده. الو. مين معايا؟ يا فندم انا. بجد؟ طيب بكره هنكون عند حضرتك.
في ايه؟ والله والحظ ولعب على بابنا يا مارو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ مش انا قلت لك فله دي لما تبعد النحس كله هيتفك؟ المخرج كلمني وعايزنا بكره عشان نمضي المسلسل. اتكلم بجد؟ والله العظيم بتكلم بجد. والله وحلوت ايامنا يا مارو. والله وحلوت والله وحلوت والله وحلوت حلوت. انتوا بتغنوا ليه؟ ها؟ انتوا فرحانين ليه؟ ها؟ هو في ايه؟ ها؟ ايه؟ ما تجيب حد يا سيدة. اهي واهي كمان اهي. في ايه بقى؟ في ايه؟ ها؟ في ايه يا سماح؟ اعوذ بالله. في ايه؟ ايه ده؟ ده صوت سماح. صدقي فعلا صوت سماح. تعالي نشوف في ايه بسرعه. يلا. خايفه قوي. يلا امشي. نفسي اعرف حصل لها كده ازاي. يا بنتي دي بتقول في حد دخل ادلق على وشها بطاس. لا لا يا جماعة، أنا كنت نايمة جنبها على السرير، ما حسيتش إن في حد غريب دخل الأوضة. يا بنات مفيش غريب يقدر يخش الغرف بتاعتكم، في ايه؟ ولا حتى يعتب باب الفيلا. أهم حاجة يا بنات محدش يقرب منها خالص، لأنه ده فيروس منتشر، ممكن جدا تتعدوا. أنا خايفة عليكم. بعدين مش هي دكتورة وشاطرة تعالج نفسها. الاسعاف وصلت بره. ما تخافيش يا سماح، ان شاء الله هتقومي بالسلامه. ما تخافيش. هو في لا حول الله يا رب. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ اعوذ بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اعوذ بالله. اعوذ بالله. يا ساتر يا رب. لا حول الله يا رب. لا اله الا الله. ايه ده؟ هو في ايه؟ ازاي ده حصل؟ هي اتحرقت ازاي؟ اكيد كتل شاي. كتل شاي ايه بس اللي يعمل فيها كده؟ لا انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا كنت نايمه وصحيت على صريخها، ولما صحيت لقيت شيرين بتقول ان هي جالها فيروس عشان هي كليه الطب، بس هي نفسها بتقول لا، ان شيرين دلقت على وشها بطاس، وانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه. انا خايفه قوي ومش عارفه اتصرف. معقول شيرين تعمل كده؟ انسه شيرين لا يمكن تعمل حاجه زي كده. لا طبعا، ده اكيد فيروس، وبعدين دي لسه طالبه يعني، فاكيد ما خدتش بالها كويس. المهم ربنا يستر عليها ويستر على باقي زمايلها اللي هنا في الدار. يستر علينا احنا. انا ابتديت اتهرش. لا احنا لازم نروح نطعم. هتطعمي؟ حر. تعالى بقى بينا نروح نطعم عشان انا ابتديت اتهرش. رد عليها مروان. لا صاحبك مش عايز يطعم، هو حر. تعالى بينا احنا بقى نروح نطعم احنا. سيبك منه. ايوه سيبك منه يلا. هما كلهم مشوا وسابوني ليه؟ وانا هطعم لوحدي ولا ايه؟ ايه اخرة اللي بتعمليه ده؟
100 مرة اقولك ابعدي عن بنات الدار، انت كده هتفتحي العيون حوالينا. انا بكلمك. ايه يا روحي؟ في ايه؟ ده هو انت هتستهبلي؟ كفايه اللي بتعمليه ده، انت فاهمه؟ هو ايه اللي انا بعمله؟ اللي انا بعمله ده هو اللي انت نفسك تعمليه من زمان ومش عارفه. واللي انا بعمله ده هو اللي بدأه موسى بيه قبل ما يموت. ولا انا غلطانه؟ يا بنتي انا خايفه عليكي، بدل ما نبقى ضد بعض نبقى مع بعض. صدقيني انا خايفه عليكي. لا ما تخافيش عليا، انا بعرف اعمل كل حاجه لوحدي ومش محتاجه مساعده من حد. يبقى الشيطان اللي جواكي ده انا هعرف اخرجه كويس، لاني انا فريده ممتاز. ايوه كده، الوش الطيب وبحبك وخايفه عليكي ما كانش لايق خالص. الوش ده بيرفكت. وحشني قوي القلم ده. ما تقلقيش يا حلوه، من هنا ورايح هتشوفي الوش التاني. ايوه بقى، ايوه بقى، خلي الحياه تحلو وترجع تاني، عشان انا بحب التحدي. وانا قبلت لان انا فريده ممتاز. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا ده؟ أؤمر يا باشا. مقدم حسين همام رئيس المباحث، عايز اقابل صاحبة الدار. هو انتوا جايين عشان الدكتورة سماح اللي اتحرقت؟ سماح مين اللي اتحرقت؟ لا يا فندم، لا ما فيش حاجة، ده هي بس اكمنها يعني شغالة في كلية الطب، فجالها فيروس من المشرحة اللي هي شغالة فيها، انما هي ما رجعتش لسه من المستشفى عشان نعرف ايه اللي حصل لها بالظبط. هو مين المسؤول اللي هنا؟ سعيد مسعود ابو السعد، رئيس المنطقة الأمنية هنا. رئيس المنطقة؟ طب تعالى وريني صاحبة الدار فين؟ اتفضل يا فندم. يلا اتفضل. الباشا عايزك. افندم. المقدم حسين همام رئيس المباحث. اهلا وسهلا. جاي مع الاستاذ رأفت سليمان والد سحر، الطالبه في كليه اثار. سحر بقالها يومين تليفونها مقفول، ولما جه سأل عليها هنا قالوا انه سابت المكان وسافرت. طب سافرت ازاي وهي لسه راجعه من اجازتها ما كملتش اسبوع؟ وبعدين لما سالنا عليها في الجامعه زمايلها قالوا انها ما بتجيش. انا ايه دخل بالموضوع ده خالص؟ انتوا كدابين، كلكم كدابين. انتوا اكيد عملتوا حاجه ببنتي. انت قصدك ايه؟ انا عايز اعرف بنتي راحت فين، وخصوصا ان هي كانت دايما بتشتكي لامها من بنتك، وانها كانت بتضايقها، واخر مره هددتها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ مساء الخير. خير، حضراتكم مين؟ انت اللي مين؟ انا شيرين موسى دليل، صاحبة الدار. هو انت بنتي فين؟ مين ده؟ الاستاذ رأفت والد سحر بيقول ان سحر اخر مره كلمت والدتها اشتكت منك، وبتقول ان